السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدين قناة الحياة الريفية. اليوم رجعنا لكم على المخبازة. شوفوا هاي هسه جبت المخبازة، هذا الليف جبته من النخلة، من كربوا النخلات، يعني ذبوا الكرب مالتهن والسعف. هذا الليفة اللي تطلع نستفاد من عده، يعني تستفاد من عده هواي شغلات. اكو بهم يسوونها حبل واحنا نسويها مخبازة. فلطلب اختي وصديقتي اللي طلبت من عندي ام علي، الله يطول بعمرها، رادت لها مخبازة من عندي، فانا ما قدرت ارد عن الطلب مالتها. بعد تعرفون انا قالت لكم اي طلب يجيني ما اقصر ان شاء الله عنكم. هذا هسه غسلته انا وخليته على القونية وشريته حتى ينشف، وبعدين من ينشف من الماي ابدي اشتغل بيه. هسه نظفته انا من كل الترابل بيه اللي صغار مو زين ميلته، وهذني اللي زينات من غسلتهن وجففتهن، هاي تشوفونهن. يا حبايبي لا تنسون القناة باللايك والاشتراك، وان شاء الله يا رب يقدم لكم كل جديد وش تطلبون من عندي. هاي هسه جبتهن، وهاي جبت الوصلة مالتي اللي اسوي بها المخبازة. شوفوا هاي جاي اسطرهن عليها، وهاي ان شاء الله تشوفونها هسه. الله لا يحرمنا من عندكم، وان شاء الله نقدم لكم الجديد. فالمخبازات هي نوعيات، اكو بيها اسفنج، واكو بيها اسويها خرازة، واكو بيها اسويها من ليف، فحسب الطلب. يعني اللي تحب اي نوعية هي تطلبها انا اسويها الها. وهاي اختي وصديقتي طلبت من عندي المخبازة مال ليف، وان شاء الله يا رب توصلها مخبازتها. هاي هسه اخليهن اصفطهن على الوصلة، وبعدين ارجع اشدنهن. يعني انا المخبازة مالتي البيت همينة من هذا الليف. هي شوية رادت المخبازة مالتها رادتها كبيرة، فقالت ما اريد الصغيرة، بلكي شوية تكبريها الي. فقلت لها تدللين وان شاء الله توصلك المخبازة، واحنا بخدمة الطيبين. وهاي هسه خليت لها وصل، لان الوصلة مالتي شوية صغيرة، فخليت لها من الجهتين، خليت لها خيوط وشديتها. هذا اول وجه خليته، وبعدين همينة راح اخلي لها بعد وجه واوديها الها. هي بعد عليها تريد تخلي، تريد تبقيهن على ذني بعد، هاي يمها. هاي هسه هذا اول وجه، هذا خلصنا من عده. وهاي ادخلهن من لين شوية طالعات، مثل ما قلت لكم شوية المخبازة كبيرة. وهاي هسه جبت الوصلتين الثانيات، راح اخلي وحدة فوقها واخلي وحدة جوا، حتى شوية يضيع هذا الليف اللي طالع. فهاي ما راح تغطي الليف، راح اخلي وحدة فوقها ووحدة جوا. شوفوا هاي ما اقتنعت، رجعت فتحتها، وراح اخلي وحدة فوقها ووحدة جوا. فذني كوجه هذا، يعني هذا مو الاساسي، هذا بس للتغليف. وبعدين نخلي لها الوجه شوية وصلة ثخينة حتى ما تحترق من النار. هاي مشاهدين القناة حبايبي، هاي المخبازة، مخبازة بسيطة، بس شوية نظف الليف، اغسليه بالماي والشري، وبعدين منيه بس سوي، ما بيها اي مشكلة.
وهاي مخبازتنا لهذا اليوم. إن شاء الله يا رب عجبتكم الفكرة، إن شاء الله يا رب الفكرة عجبتكم وشغلتها بسيطة. وهاي مخبازتنا لهذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.